أبونا الغالي أبونا داود، ساعات بيجي لنا ناس بقى في اللايف كوتشنج بيبقى عندهم مثلا مشكلة عن القلق، فيجي لنا شباب قلقانين جدا. دوري أنا كلايف كوتش معاهم لو مصدر القلق ده إنه أفكارهم كلها متداخلة في بعض ومش عارفين يبتدوا منين وحاسين إن هم مفرملين مهنجين، فمش عارفين ياخدوا خطوة لقدام. وهنا بيجي دور اللايف كوتش إنه يبتدي يفك الأفكار دي ويحطها في جدول كده معاهم ويعمل بلان للمستقبل من أفكارهم هم ومن اللي هم بيقولوه، ونبتدي نشتغل ويشجعوهم فيها. ولو طلعت البلان محتاجة تعديل نساعدهم في التعديل بتاعها. لكن ساعات بيجيلي ناس الحقيقة بيكونوا محتاجين أكتر لكريستيان كونسلينج، لأنه بيبقى أصلا تعبان مش قادر حد ياخد بإيده حتى ويمشي خطوة، لا محتاج يحل اللي فات، وده بيكون دور الكونسلر أكتر. لكن الحقيقة ساعات يجيلنا ناس مش محتاجين كونسلينج ولا محتاجين لايف كوتش، بيبقوا حقيقي محتاجين أب الاعتراف. فقدسك تقول لنا بتنصحوا إزاي لو قدسك جالك حد؟ سؤال حلو، لأنه كل واحد له دور. يعني لو خادم معاه لايف كوتشنج زي كريستيان لايف كوتش وساعده يفكر وساعده يدبر حياته، ده دور رائع. ولو كريستيان كونسلر ساعده يحصل له نوع من التعافي من الآلام والجروح والأسباب اللي وصلته للقلق، أكيد ده دور مهم. إنما القلق مش بيروح حتى بالدواء لوحده. الدواء له دور، كوتش له دور، كونسلر له دور، بس ربنا يسوع هو العلاج الجذري. ليه؟ لأنه الخطية عدوة السلام، لا سلام قال إلهي للأشرار. فاللي فاقد سلامه لازم توبة، والتوبة تجيب غفران، الغفران يدي حرية، يدي شفاء، ودي عطية سر التوبة والاعتراف، ودي عطية الأب الكاهن اللي خدها من المسيح يوصلها لأولاده، أنه بيريحوا راحة حقيقية لأنه الخطية اتشالت، الماضي اتشال. حاجة تانية بيفكروا أن ربنا بيحبه، دي الحقيقة اللي هو ممكن يكون يعرفها يا مش عارفها أو ناسيها أو حجمها صغير في دماغه، دي لازم تشغله. ربنا بيحبه، بيقبله، بيحضر له السماء، وأنه مش لازم يبص ورا، يبص لرسالته. وبالتالي دور الكاهن من الناحية الروحية لا يستعاض عنه، هو بيكمل المنظومة، هو الأساس الحقيقة، لأنه هو اللي بيحط المسيح بوعوده بطريقه بوصيته، وبياخد بإيد الشخص في حياة التوبة والنقاوة، وبالتالي بيتحرر من القلق. والحقيقة ابونا كلام قدسك يوضح لنا ليه كل الدراسات اللي بناخدها على مستوى العالم كله الناس كلها معجبة فعلا بأبوة الكنيسة وإن احنا عندنا آباء الاعتراف. للأسف الناس يعني بتشكك في حاجة ثمينة جدا، إنه أعطيكم رعاة حسب قلبي وإن كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس آباء كثيرون. الأبوة نعمة من ربنا، والعالم يحتاج جدا إلى الأب الروحي اللي بيشاور على أبوة ربنا، اللي يؤتمن على السر، اللي يشيل هم ولاده، اللي بيصلي بيهم، اللي بيعيش معاهم أحداثهم. الموضوع مش مجرد ترتيب أفكار أو علاج نفسي أو تخطيط الماضي، أكبر من كده كتير. شكرا جدا يا ابونا لتوضيح. شكرا.